السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم. اليوم جبت لكم فيديو تاع واحد المواطن مغربي يحكي لكم العيشه المره اللي راهم عايشينها المغاربه. ما نطولش عليكم ونخليكم مع الفيديو، تابعوا معي. بسم الله. بسم الله. عاش المانيك. مانيك ياك مانيك. السلام عليكم اخوان اخوات، السلام الله عليكم اجمعين. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هيهاتي انتم هيهات اخوان اخوات، خريشه والخريشات ضروري. اليوم الفيديو عنده علاقه بالبوطه، وباش نبداو البوطه خصنا نبداو الغاز من الاول، نبداو من الاول الفيلم ياك. على لقيت هذا السيد هذا غادي يعطينا تصريح خطير. باقي ما درتوش لايك، شوفوا بعدا كاين تصريح وديروا لايك. شوفوا التصريح. فيما يخص موضوع ديال انبوب الغاز الرابط بين الجزائر عبر التراب المغربي باوروبا، في نظري واعتقد جازما انه هو الخطأ الاستراتيجي الثاني للنظام الجزائري. فإذا كان الخطأ الأول هو قيام ميليشيات ومرتزقة البروزاريو بقطع الطريق ديال الدولي ديال القرقرات، وما تلاه من إعلان حرب من جهة واحدة بإيعاز من استخبارات الجزائري، فالخطأ الثاني القاتل للنظام الجزائري هو إعلان عدم تجديد عقد توريد الغاز الطبيعي من خلال أنبوب الجزائر أوروبا المار في المغرب. هذا خطأ ثاني قاتل، مما يؤكد كما قلت وأقول دائما أن النظام الجزائري يعاني نوع من الهشاشة، فقد عقله إن صح التعبير. الهشاشة أو إذا الهشاشة وما دارت فيا فعلا ضروري ندخلوا الجزائر. الجزائر هي دارت الهشاشة ديال الجزائر. عندها الهشاشة بصح، الجزائر عندها الهشاشة. الجزائر اللي دابا ولات هي الاقتصاد ديالها الرقم 2، العالم كيعترف بالمصير رقم 2 اقتصاد في افريقيا. ولات قالت المغرب حيد من الطريق فيما يخص الحبوب، الذكاء الصناعي. اذا نشوفوا الهشاشه ديال الجزائر. طابينا راه غلات، وانا جبت لكم البديل. هو غير سطل ديال الصباغه كديروا فيه بلاتي. غادي نوريهم حتى لداخل. غنهز انا هذا ديال الطين. ها شوف كيفاش راه تصيبتو معكم شحال هادي، وراني كنطيب عليه. شفتوه؟ ها هو البديل ديال البوطه اللي غلات. شوفوا تبارك الله المخمار ديال الشعير والخميره البلديه. رانا طيبت الخبز باقا وحيده هنا نطيبها معكم. اللي عنده سطاح واللي عنده اتساع يدير هاد البرميل. راه تبارك الله اقتصادي. شوفوا حضر ولدي شويه، غير عويدات شويه بعاد على الخبز، ما كيتحرق ما والو، بشويه حتى كيطيب. انا اليوم ممتعنا لي الحطب ياك. دابا داك السطل ديال الصباغه عمرو بالتراب الحمري وداروا تقبه صراحه الابداع ما عندي ما نقول. وراه بصح راه الهشاشه، راه الجزائر عندها الهشاشه مغربيه كتوريك الحل البديل. واخا
نشوفوا واحد الموضوع راه ديجا تكلموا عليه، ان المغرب يعني ناعس نائم، هو اصلا نائم فوقاش؟ فوق الغاز البترول. شوف معي. نتائج مشجعة، هكذا وصف المكتب الوطني للهيدروكربورات والمناجم ما استنتج من عمليات التنقيب عن الغاز في سواحل العرائش. وذكر بلاغ للمكتب أول أمس أن التقييم الأولي لنتائج حفر البئر المسماة إنشوا 2 من طرف شركة التنقيب البريطانية شاريوت للبترول والغاز يؤكد وجود تراكم للغاز بسمك إجمالي صاف قدره 100 متر موزع على 6 مناطق يتراوح سمكها بين 80 و 30 مترا لكل منها. المكتب أوضح في ختام بيانه بالخصوص أنه سيتم إجراء تحاليل معمقة أخرى من أجل تدقيق تقييم القدرات الغازية المكتشفة. قراءة في هذا الإعلان مع ضيفنا السيد نبيل عادل، الأستاذ الجامعي والخبير في العلاقات الاقتصادية الدولية. سيد نبيل، أهلا وسهلا بك. ماذا نعني بوجود نتائج مشجعة؟ هل هي مرحلة أولى ربما تنتهي بالاستخراج الفعلي للغاز في هذه المنطقة؟ يعني خصوصا وأن تم توضيح في بلاغ المكتب أنه يتوجب إجراء تحاليل معمقة أخرى من أجل تدقيق القدرات الفعلية لهذه المنطقة من ناحية الغاز. الأمر يتعلق سيدتي بحجم ما سيتم العثور عليه. فإذا كان الحجم يكفي لسد حاجات المغرب فهذا يعني أننا سنخفف من كلفة استيراد المحروقات، والتي في بعض السنوات وصلت إلى 27% من واردات المغرب. في السنوات الأخيرة استقرت ما بين 13 و 15%. في 2019 بلغت 72 مليار درهم من الواردات، وهذا من شأنه أن يخفف العبء على المغرب. قناة رسمية هذه دوزيم كتأكد لنا رحنا مراحل وغنديروا حنا عندنا ودي عامين وما يطبلوا. عندنا الشركة البريطانية روينة كلشي كيهضر على بريطانيا، القنوات ديال الصرف الصحي، المخنازي، شوف خيخي. مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في الشاشه التفاعليه شوف تيفي. كشفت شركه ساوند انرجي اللي كتوفر على تصاريح التنقيب عن الغاز بمنطقتين درارة الكبرى عن مساعيها لتسليم اول طلبيه من الغاز المسال مع نهايه عام 2023، وهو ما يؤشر على حسم موعد بدايه تحقيق المغرب الاكتفاء ديالو الطاقي من الغاز. كل شيء انا جبت لكم قناه رسميه، ما غاديش نجيب لكم شي قنوات اخرين. ومن بعد سمعنا هذا الخبر هذا اللي هو جميل جدا. شوفوا معايا. المغرب أوهام الغاز تسقط في الماء وتتهاوى معها أسهم شركة بريطانية عملاقة في التنقيب على الغاز. شركة بريداتور تتلقى صدمة كبيرة. لم يجد البريطانيون سوى طبقات من الطين المتحرك جعلت الشركة تعلق التنقيب وتعيد النظر في مسألة وجود الغاز في المغرب. وأدت التطورات الأخيرة التي أعلنت عنها الشركة البريطانية بخصوص عملية التنقيب عن الغاز المغربي إلى هبوط مدون لأسهم الشركة. ليست النتيجة التي أردناها، لكن أهداف ما قبل الحفر والموارد المحتملة لم تتغير. كان الخيار الحكيم والأكثر أمانا هو تعليق البئر وتركها في حالة لإعادة الدخول بمجرد فهم أفضل لبرنامج الطين المطلوب لحفر هذه المسافة المعقدة. تراجع سهم الشركة البريطانية المتخصصة في التنقيب على الغاز بنسبة 17%، مسجلا خسارة ب1.1 جنيه استرليني، وبذلك يكون قد بلغ 4.83 جنيه استرليني بحسب بيانات بورصة لندن. حادثة أخرى تعيد الحديث حول قدرات المغرب الغازية، والتي تحفظ عليها العديد من الخبراء معتبرين إياها مجرد استكشافات وهمية. ضربة موجعة يتكبدها المغرب بحثا عن الغاز في إقليم قرسيف لإنقاذ اقتصاده من أزمة طاقوية متفاقمة، حيث بلغ سعر المازوت 14.50 درهم للتر الواحد، فيما تجاوزت أسعار البنزين 14 درهما للتر الواحد، في حين تجاوز سعر أسطوانة غاز البوتان 70 درهما في السوق الموازية.
نعم الشركه اللي غادي تدير عمليه قالت لك سيدي ما كاين والو، كاين غير التراب الحمري. التنقيب مشى. هذا هو فعلا الشيء الكذوب فانا كاين واحد اللقطه البارح تكلم عليها السيد الخرع، قال لك سيدي لا وحنا كندعموا، حنا راه البوطه راه واصله 180 درهم، حنا كنخليو لكم ب 40 ودابا فيها باس نزيدوا 10 دراهم يعني 50 هي 5 اورو. 5 اورو قبيله كنت فواحد التيندا لقيت لنا القريعه صغيره بحال هكا، قريعه صغيره كدير كطيبوا بها، ملي بغيتي دوز شي نهار في الكامبينغ 3 اورو، حنا 3 اورو بحال 3 دراهم، المغاربه 4 اورو جاتهم قاصحه، فما بالك 5 اورو. شوفوا معايا الخرعه شنو كيقول. اللي كيف قلنا دائما ولا بدنا نذكروا بارقام مهمه. الدوله من 2015 ل 2023 خصت 111 مليار نتاع الدرهم لدعم غاز البوتان، لم يستفيد 20% من الفقراء إلا ب2.5 المليار سنويا، إلا ب14% من هذه الحصة، في حين استفاد 20% اللي عندهم الإمكانات من أكثر من 27% من هذا الدعم. السؤال: هل نستمر في تخصيص هذه العشرات من المليارات لدعم الميسورين وذوي القدرة الشرائية، أو لا نوفروا هذه الهوامش ونعطيوها مباشرة لأولئك الذين يحتاجونها؟ هذه الطبقات اللي تكلمت عليها اللي هي 3.6 مليون تاع الناس غادي توصلوا هذه السنة ب 25 مليار تاع الدرهم. الآن ما عرفه غاز البوطان اليوم ليس تحريرا لأسعاره، هو فقط إضافة 10 تاع الدرهم في الثمن. خصنا نعرفوا بأن البوطة اليوم الثمن الحقيقي نتاعها هو 88 درهم، معناه أن الدولة ستواصل دعم هذه المادة بأكثر من 35 درهم للقنانة الواحدة. هذا الآخر هذا راه كيعاونها، راه إنسان مجتهد. باليمارة تذكروا هذا الفيديو هذا خارج محيط الكره، ولكن شهاده نقولها. ملي قلتي لي عدا فتحنا الاكاديميه، انا مشيت لعند القجع الجامعه قلت لي بغيت نصلح الوازيس، عندي واحد التيران باقي فيه الحمري نصايب ليه، خصني راه درت ليه واحد ليستيماسيون، بغيت واحد 140 مليون كات، 140 مليون ديال السنتيم مليون و400 الف درهم. عطاها لك؟ لا قال لي ما نديرش انا شي حاجه طلبق. انا قلت ليه الا قال لي الطلبق ما تنعرفش ليه، عندك اتساع فين دير ملعب مقاد. قلت له راه عندي جوج يلاه، قال لي نصايبهم لك. قلت لي راه بزاف زعما صافي. مشيت على 140 مليون سنتيم، جبت معايا مليار و800 مليون باش يكيبي لنا جوج تيرانات. هذا كيفاش بلاتي القجع؟ كيفاش غادي داخل عنده الاجتماع على اساس 140 مليون عطاك مليار و800 مليون. شحال ديال الملاير؟ باليمارة هذاك البدراوي راه في الحبس دابا، كلهم في الحبس، ولكن بحال الخرع ما يقدرش يصيفطوا للحبس. ما عليكم كذا. والخبز شنو قلتي فيها الخرع؟ راه قلتي شي حاجه على الخبز، انت ما غتزيد والو بصح. شوفوا الخرع شنو قال. وعن ما تم الترويج له من علاقة هذا الموضوع بزيادات محتملة في مجموعة من المواد، لابد أن نبرز الحقائق كما هي. الدولة خصت 10 المليار تاع الدرهم لتوفير القمح بأثمانه الحقيقية وبالكميات الضرورية، ولهذا السبب بقى الخبز في الثمن تاعو وغايبقى في الثمن تاعو دون أي ارتفاع ودون أي علاقة بين الموضوعين. ما غاديش يزيد في الخبز. شحال كاع غادي نزيدوا في الخبز؟ ما فخبركمش ان الدولة المغربية العظيمة الشريفة 12 قرن كتدعم البوطة، كتدعم الطحين، كتدعم الزيت، كتدعم السكر، هادشي كله كديرو الدولة. دولة فقيرة، وعلاش كدعمي؟ عطي الفلوس للناس وهما يشريو اللي بغاو يشريوه. لا خصنا نكذبوا نقول لهم حنا كندعموا ونسرقوا من تحت كده خلينا كندعموا. شنو كدعم؟ البوطة والغاز والسكر والزيت كدعم عباد الله، ما حشمتوش. الطحين دابا ولا خصكم مدعم، وكنضحكوا على الجزائر طوابير وفين هو الدعم اصلا؟ بعدا انت لا انسان دار طابو رزقو ديال بلادو، نتوما ما عندكم حتى حاجه، كيدعموكم وحنا الدعم فينا ما كنختو شي دعم، كلكم فراعين والدوله كتساخذ لك دعمنا، سرق دعمنا، المغاربه عايشينها بالسطارطير. لا حول ولا قوه الا بالله. فكرني في الخبز،
فكرني في الخبز. شوفوا معايا الفيديو هذا. جارين عليا على ود الخبز، علاش كتقولوا لي كبرناك وقريناك؟ ما قريتوني، ما كبرتوني، كبرني الله هو اللي كبرني بفضله باش كبرت وبالمحسنين. انا راه باغي حقي، انا باغي نلقى فين نعس ونخدم. شنو هو المشكل ديالك حاليا؟ انا المشكل اللي عندي انايا كنت جالس في واحد الجمعيه في وزان، كنت جالس في واحد الجمعيه وادي على بما نلقى الخدمه وادي، في الاخر كيجراو عليا بدون سبب. نط نهضر على الخبز تدخل جراو عليا على وديت الخبز. خرجت من الخيريه وادي، انا راه تربيت في 3 ديال المؤسسات. انا بغيت نعرف راسي واش انا مواطن ولا كلب. الا كنت انا ماشي مواطن يخويوني من هذه البلاد، حيت انا كنشوف راسي انا في بلادي وما واخد شي حق. عييت ما نقلب على والديا، ما بغاو يوريوني شكون اللي جابني نهار الاول للمركز. كنقلب على الخدمه، بغيت انا نخدم في الانعاج ولا هذه. ملي كنمشي عندهم العماله ولا هذه كيقول لك حنا ما عندنا ما نعملوا لك، حنا ما عندنا ما نفعلوا لك. واذا انا كنشوف راسي انايا كتقولوا لي ولد الدوله عندي البطاقه الوطنيه وهذه، وشوفوا من حالي شويه. انا راه تعذبت، راه حياتي كامله وانا معذب فيها، وصبرنا جراو علينا من الخيريه وهذه وصبرنا. فاذا بيت هذه الجمعيه هذه جارين عليا على ود الخبز، راه عيب، راه حشومه صح. ودابا المشكل هي البرد، راه دابا هي البرد هو اللي كنستافدوا منه، والخيريات كنشوفوا انا يضيعوني، ما داروا معايا حتى شي حل. حاليا انت يعني فين كتبات دابا؟ انا كنبات في الزنقه. جراو علي من الخيريه على قبل الخبز. شنو قد قلنا الخبز؟ كيفاش الخبز؟ جراو علي من الخيريه، بلاد الخير والخمير. راه منو عادات هذا، راه تبارك الله شي قداش ناهو يجروا عليه من الخيريه. نعم، لا حول ولا قوه الا بالله. بغيت نسمعكم التصريحات ديال المغاربه، لان نجي هك باش نخلي هو الصراحه هك ولا هك، فيك يعني كيما درتي راه فيك، طلعتيه بالطير فيك. اللهم تفرجوا في التصريحات، لان انا عجبني التصريح الاولاني، خصكم تشوفوه لانه كلمه الحق هي هذه. سمعوا معايا. هذا الفيوفين حنا كشعب ما كنهضروش على حقنا. راه غدا بعدو تولي 70 درهم البوطه، وكون على بال وعلى يقين تزيد السعر ب 10 دراهم في حاله مفاجئه. راه بزاف، ما زدتي له درهم، ما زدتي له 10 فرانك، ما زدتي له 20 فرانك، ما زدتي له 50 فرانك، شويه راه هذا، راه اللهم هذا منكر، راه التعدد. حنا حاضيني باطنا. البارح قلت لكم راه نتوما السبب. الشعب المغربي ولا كتسرقوا ما عندك والو، تقول نسرق ولا تسرق، ما انت ما عندكش تفاقير تحمدك الله. وميمي عاشا مانيك، هذاك هو اللي عندك. شي حاجه اخرى ما تسالهاش، هضر قول عاش كي تشبع ارضك، لكن باش تطلب شي حاجه ما تطلبهاش. شوفوا تصريحات اخرى لانها مهمه. نتوما يا المغاربه هما السبب ديال الشيء اللي وصلتوا ليه، ماشي ميمي ببريء منكم، ما كاين فيه ميطورطه. نتوما اللي كتمجدوا كتعبدوا اعبدوا هبل. سمعوا التصريحات. المغرب راه عنده بوطه، ماشي غير نقولوا حد زادوا 10 دراهم، هذيك 10 البوطه نخلوها اكوتي، هذيك العافيه ما تنشعل الا اش غنطيب في هذه البوطه؟ انا جبت اش غنطيب فيها؟ انا البوطه هي عطاتها لي الدوله ب 10 درهم كلها، حيدت لي لاله 40 درهم، قالوا يا الله السيم فلان ها هي ب 10 درهم، اش غنطيب فيها؟ نطيب فيها راسي، نطيب فيها ولادي، نديرهم في كوكوط مينوت. الحوت ما بقيتش ناكلوه، الدجاج له ثمن، البيض ركشي، والملح كان عامل وصل 36 ريال البيضه. الانسان ما عنده تيجيب جوج بيضات 3 تيخلط مع مطيشه لوليداتو، تولات مطيشه ب 10 دراهم. وحنا اليوم نتكلموا على البوطه، وبوطات هي خصنا نتكلموا عليها. سينا بغا يزيدوا فيه خاصهم يزيدوا في هادشي ديال الماكياج، هادشي ديال الكارو، هادشي ديال الشراب الويسكي وهادشي شي ما زادوش فيه. وتقول لي انت زايدين في هذا، انا خصهم يزيدوا في الماكياج وفي هادشي ديال العطور والروائح، ويزيدوا في القهاوي. الناس اللي تبيعوا الخمور بصحاب نايت كلوب وديسكو طلعوا العين ديال في الليل ما تلقاش بلاصتك فيها، هذوك اللي خصهم يزيدوا عليهم. انا مسكين ما عنديش، تنشري جوج بيضات 3 تنطيبهم ولادي او يجوني غالي، ونقول البوطه اللهم هذا منكر. انا تندوي على اش غادي نطيب فيها؟ البوطه عندي، ولكن اش غنطيب فيها؟ نطيب لوح الماده نديرها في كوكوط مينوت نطيبها لولادي، وهذا الشيء راه بزاف، والحقيقه راه معروفه وما نتعاموش عليها. خاصنا ماشي نقولوا الحكومه لا من الحكومه، نهار 30 حكومه دازت عندنا وحنا عايشين في غلاء. لا مغربي، مواطن مغربي وواحد من ابناء شهداء المغرب، والله الحكومه ما تنعرفها،
والله ما تعرف الحكومه شكون اللي فيها. هذه رساله خصها توصل لعند سيدنا هادي باش يعرف المغربي اش غيطيب في هذه البوطه، راه ماشي البوطه اللي غاليه. سيدنا الله ينصرو خصو يعرفها بان راه حنا ما عندنا بال اش غنطيب في هذه البوطه، اش غنطيب فيها؟ نطيب فيها ولادي. ما معيتش، لا تقولي الحولي، انا ما معيتش. غادي يزيدوا واحد النهار وتفاجئنا بالقرار نزل اليوم الاثنين اللي هو هذا النهار هذا. احنا ما كناش منتظرين في هذه الساعه العواشر والناس مقصحه وداخل موسم عيد الاضحى، وخا زدتوا في الاجور، زدتوا في الغاز، زدتوا تزيدوا في الخبز، تزيدوا في كل شيء، ولكن تالينا هادشي هذا ما عرفناش تالينا هادشي هذا. كنلتمسوا من الحكومه الموقره تلتفت واحد النظره للمواطن، المواطن راه مضرور لواحد الدرجه ما تصورش. كنتمنوا من الله يدير الله الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للزياده راه الحكومه خصها تعرف باللي 80% ديال الشعب المغربي هو شعب ما عندوش دخل محدود، الناس ما عندهاش تغطيه صحيه، الناس ما عندهاش ضمان اجتماعي، ما عندهاش بزاف ديال الاشياء اللي كتوفر لها المعيشه والمدخول الرسمي باش يقدر انها تشري بوطه ب 50 درهم ولا ب 60 درهم، باش انا نقدر تشري بطاطا ب 9 دراهم ولا ب 10 دراهم، باش انا نقدر نشري الخبزه ب 3 دراهم ولا 4 دراهم الخبزه باش يوكل 4 ولا 5 الاولاد. حنا ماشي عائلات اللي نقولوا عندنا وليد واحد كان ب 100 درهم ولا 120 درهم، ولا كاين اللي خدام ب 70 درهم و50 درهم، وكاين اللي ما خدامش كاع. نعم، إذا إنها زريبة بكل المقاييس. أنت كاع حيدتيني يا سيدي، أنت خليتي البوطة ب 20 درهم، أشنو غنطيب فيها؟ ماشي اللي قلتها، داك مغربي في وسط المغرب راجل كبير، أشنو غتاكلو؟ أشنو غديرو؟ مواطن مغربي ما عنده لا تقاعد ولا منظومة صحية ولا خدام بكونطرا ولا عنده سميك ولا عنده ضمان اجتماعي ولا عنده والو. شنو عندك؟ عندك الله وميمي عاشا نانيك، هادشي اللي عندك. دولة هذه زريبة بكل المقاييس، شعب مهلوك ويتفشخر اني انا مونديال مونديال غير مونديال، تقول المونديال وكدير في زعما مونديال انت ما عندك حتى باش تشري بوطة 10 دراهم اورو جاك غالي. بارك من الكذوب، بارك الله فوق الخنونة.